السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شراكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مساء النور ولا صباح النور على حسب الوقت اللي تشوفوا فيه الفيديو تاعنا. اول حاجة نبدو بها الصلاة والسلام على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ما تنسوش البنات تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في التعليقات، هكا نكسبوا كلنا الاجر مع بعضنا. رجعت لكم اليوم فيديو جديد روتين في الدار. هذه هي الدار غير الطياب والتسياق وكل. هنا كنت البنات راح ندير الغداء، قلت خلي نصور نحلق معاكم شويه، نحكي معاكم شويه، توحشتكم. هنا بديت اول حاجه بالسلطه، وانا نوض تروطار شويه، انا ما نحبش نوض بكري في الشتاء وفات الحيل اليوم ما نوضتش بكري. قلت خلينا ندير سلطه وندير نقلي شويه بطاطا ودجاج وفلفل وخلاص. المقلي ليه ما حبيتش نطيب حاجه اخرى. المهم هنا بديت بالسلطه، جيت غسلتها مليح. السلطه هذه باهيه صراحه، كانت سلطه اخرى نكره هذيك السلطه اللي بتجيب كلها تراب وغبار وتبقي النهار كله انت تغسلي فيها، تنظفي تطيح لك ورقه ولا زوز ورقات. هذه السلطه صراحه باهيه عجبتني، خضره من داخل، صفرة هكا خضره نظيفه ما فيهاش تراب ياسر. المهم غسلتها حتى خرج الماء تاعها صافي مليح. المهم حطيت لها هنا الزيتون الاخضر، زيتون الاكحل فراغ مسكليته كل. انا الصراحه نحب الزيتون الاكحل، الزيتون الاخضر ما نحبوش خلاص. هنا كنت نوريكم في الحيط اللي غلفته، راني مازلت ما كملتش، راني كل يوم نغلف بالشوي. هذاك علاه ما قدرتش نصور لكم، يعني وين نقعد هكا وين تظهر لي نروح نغلف نكمل بالشوي وخلاص. ما غلفتش يعني مره واحده هكا، قعدت في الكوزينه نهار كامل وانا نغلف. المهم كل يوم تظهر لي هكا بلاصه نغلفها وخلاص. قلت خلي نكمل خلاص الكوزينه، هاني ندير لكم جوله تشوفوه. وهنا غلفت هذه الطابله تاعي هاوليكم. هنا قلت لكم البنات الغلاف هذا يعني تصب عليه الماء كلش ما يصرى له والو، يعني شوفوا الماء كيفاه يبقى من فوق ما يدخلش لداخل ولا يتبل. هو اصلا جاي بلاستيك، هو اصلا ما بالش يحب الماء. انا كي حطيته في الحيط اذا طار عليه الماء ولا الميديتي يزيد هو يلصق، بالعكس يحب الماء يتبل من برا يلصق من داخل ما يزيدش يتحرك خلاص. باهي يعني. المهم درت سلطه، درت فيها الزيتون الاخضر وقصيت شويه خيار، وقلت خلي نزيد فيها شويه بصل من فوق هكا باش تجي باهيه. البصل باهي في الشتاء، هو دواء تاع لا غريب، هو مضاد حيوي قوي المناعه. البصل باهي، انا صراحه نحبه كي تكون بطاطا مقليه وكل، نحب البصل في السلطه. ونحب زيتون الاكحل، بصح زيتون الاكحل اليوم ما كاينش، هاي درت الزيتون الاخضر وخلاص. المهم كل واحد يدير الحاجه اللي عنده فريت، مشهم حتى ما يبقى يشري ويعاود. المهم يدير الساعه اللي عنده في الدار كي يفرغ يا حي. المهم هنا ما كنت نحكي معاكم على بالي واش كنت نحكي، راني كي نعاود نسجل الفيديو ندير ليه المونتاج ونبقى نهضر انا بعد ما صورت وسجلت يكون كاين الحس وكلش. نحب نعاود لكم فيديو باش يكون هكا الصوت واضح. المهم هنا درت باسينه حطيت فيها القشور، ودرت سلطه من هنا، ونقيت البصل حتى هو حطيته، وقلت نزيد نجيب البطاطا نقيها ونقلي شويه البطاطا تاع الايامات صراحه ما عجبتنيش ياسر، من داخل بكلها مضروبه وكحله وفيها بلايص تنقي ما نص البطاطا ترميها. يعني البطاطا شويه ماشي لاباس الايامات. حتى نتوما البنات ولا غير خضاره اللي بحذين، والله البطاطا الايامات ما هيش قد بطاطا صغيره كعبتها صغار ومن داخل بكلها معمره بالنقط الكحل. يعني تنقي كيلو ما يجيكش حتى زوز كعبات، تقليه ما يجوكش حتى صحن فيه 3 كعبات بطاطا. المهم اليوم راه الجو بارد شوي، وانا الايامات هذه كنت مريضه بلا غريب وغريجمي وكل. امس درت واحد الجيري زعما راح نصور لكم، كنت مريضه سخفت هكا على الجيري حار وسخون. درت واحد الجيري هب الحار، درت فيه هذاك الفلفل الصغير الاحمر، هذاك هو اللي يبنن الماكله ويدير فيها بنه تاع تالي. الفلفل الاخر الاخضر والله ما هو حار، ما كانش الفلفل الحار كله شغل بلاستيك. الفلفل كله ما عجبنيش، مش حار ياسر. الفلفل هذاك الاحمر الصغير هو اللي باهي. ونهار اللي قبلها درت بركوكش حتى هو درته حار. هذو هما الاكلات تاع الشتاء بركه باهي، غير البركوكش والكسكس
بالكيبو بالكليله والحليب. تعرفوه البنات نتوما كسكس مرغد، نحنا نديرو كسكس مرغد بالحليب في الشتا يجي يهبل يهبل. درك ان شاء الله غدوه اذا قعدت راني راح نديرو، درك نصور لكم كيفاه الطريقه تاعنا. هو الصراحه يديروه الشويه اكثر. كسكس يهبل يعني نديروه بالكليله، و ديروا صوص عادي بالكليله وديروا فيه كيبو والبطاطا. اذا عندكم القديد الخليع اللي يسموه هذاك يجي يهبل يهبل. نحنا ما عندناش الخليع، ما عباليش كان يتباع ولا لا. يجي يهبل في الكسكس هذا تاع الحليب. تخلوه حتى يطيب كلش، ديروا فيه الفرماس الكليله الخليع القديد يعني كلش، وتخلوه يطيب مليح. بعد ما يطيب لكم لاصوص هذاك ما تكثروش طماطم برك تاع البطا ولا ما ديروهاش حتى خلاص. بعد ما يكون قريب يطيب تصبوا فيه الحليب، حليب الشكاره عادي، صبوا فيه الحليب في لاصوص تاعكم هذاك وتخلوه حتى يغلي وتهبطوا البرمه. راح يجيكم واحد لاصوص يهبل يهبل. جربوه البنات، ولا مثلا واحد يكح ولا مريض ولا حاجه هذاك لاصوص هذاك تقدر تاكلوا منه، راح ينحي لكم الكحه ولا قريب وكل. المهم جربوه البنات ان شاء الله. غدوه درك نصور لكم الطريقه تاعي انا نديرو يهبل الصراحه ويعجبني. بما انه درك وقت الكيب وقت الخضره تاع الشتاء، درك الكليله وكل هذه وقت الماكله هذه تتكل غير في الشتاء. درك الشتاء كما تعرفوا البرد يحب حاجه سخونه تتكل. المهم ان شاء الله ناكلوا بالصحه والهنا. وغدوه اذا قعدت راني نصور لكم الطريقه. المهم هنا راني قاعده نحكي لكم، نقول لكم راني درك نقلي البطاطا راني نقيتها وحطيتها على جهه، وجبت شويه فلفل حار وحلو. انا الفلفل ما نحبوش ما ناكلوش خلاص، لا مقلي لا طايب ما نحبوش ما ناكلوش خلاص. ناكلو الا في سلطه مشويه بصح باش ناكلو مقلي ما نحبوش خلاص. المهم قليت شويه فلفل، قليت شويه دجاج، و درت هذيك السلطه وقصيت من فوقها البصل. قلت خلينا المهم غدا هك خفيفي وخلاص. كيفوتني الحيل انا الصراحه ما نحبش نبقى نطيب في المرق والاخر، راح نطول شويه نولي ندير هكا مقلي ليه يكمل ونلملم معين وخلاص. وهنا راني حطيت البطاطا تتقلى كيما قلت لكم راح كل كعبه زي والله البطاطا كعبه صغيره كعبه كبيره كعبه نصها طيشت وكعبه هذا وش فضل لي. المهم عندي المقله هذه اي قديمه هي بصح باهيه نحبها تقلي البطاطا مليح. ثقيله هي قديمه تاع قبل بس نحب نقلي فيها البطاطا القليان تاعها يجي باهي يعجبني. المهم قلت نقلوا شوي بطاطا نتغدوا وخلاص.